ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل البطاطا بالمهلبيه، طريقه سريعه جدا ولذيذه جدا ومش مكلفه خالص. كيلو بطاطا و3 كوبايات لبن هيعمل الصنف الجميل اللي قدامك ده. اولا البطاطا اغسليها كويس قوي وقشريها، بعد كده قطعيها شرايح تكون تخينه شويه. بعد ما تقطعي الكيلو كله الاول حطيه في صينيه وضيفي له تلت كوبايه سكر، ما تزوديش السكر عن كده، وسيبيه بقى يتنقع في السكر 3 4 ساعات، ويفضل كمان لو سبتيه لتاني يوم. بعد بقى ما نقعناه لتاني يوم دخّلته الفرن حوالي ربع ساعة، اتكرمل وبقى بالشكل ده، هو ممكن تتاكل كده طعمها لذيذ جدًا. حطيتها في كاسات التقديم، نُص الكاس كده بطاطا والنُص التاني هيبقى المهلبية. الكمية اللي قدّامِك دي اللي هي الكيلو عملت 6 كاسات والطبق البايركس الصغير ده. بالنسبة للطبق البايركس ده أنا حبيت إيه أغيّر فيه كده، فكان عندي شرايح كيك حطيت فيه كيك، لو ما عندكيش كيك ممكن تحطي بسكوت لإن الطبق ده طلع لذيذ جدًا. بالنسبة للبن اللي هنستخدمه للمهلبية النهارده 3 كوبايات لبن، لبن كامل الدسم ومش هنحط له سكر، هاحط له 4 معالق لبن مكثف، واللبن المكثف ده أنا باعمله في البيت، كيلو اللبن الحليب بيدّيني العلبة اللي قدامِك دي، يعني اقتصادية جدًا، جدًا. مش هنحط بقى سُكّر، هنكتفي بالسُكّر اللي في اللبن المكثّف. حطيت ال4 معالق كبار وبيضة، وطبعًا بيضة يبقى نحط فانيليا، ومعلقة كبيرة قشطة، قشطة وش اللبن أو أي نوع قشطة. ودي طبعًا اختياري، بس القشطة بتدّي طعم لذيذ أوي لأي مهلبية أو أي كريمة. قلّبت بقى كويس كده بالمضرب اليدوي، وبعدين ضِفت 3 معالق كبار هرميين كده زي ما أنتِ شايفة نشا، يعني بمعدل معلقة لكل كوباية. قلبت برضو النشا لحد ما دابت خالص في اللبن. بعد كده ارفعيه على النار، والنار تكون اقل من المتوسطة، ما تكونش النار عالية، والمضرب يبقى في ايدك على طول كده لحد المهلبية ما تاخد قوام كريمي جميل. حطيته اهو بقى على النار، وزي ما بقولك النار اقل من المتوسطة، وتقلبي تقلبي كده لحد ما ياخد القوام ده. بس هو ده بالظبط اللي احنا عاوزينه. الكريمة بالطريقة دي لذيذة جدا، طعمها حلو قوي باللبن المكثف، ممكن برضو تقدميها لوحدها. مليت بقى الكاسات أهي، بقت نُص الكاس بطاطا ونُصّها مهلبية. وبعدين بالنسبة للطبق البايركس زي ما باقول لِك حطيت فيه كيك الأول كده، وبعدين حطيت المهلبية. جرّبيه بالطريقة دي حلو جدًا، حتى لو كيك جاهز أو لو بسكوت سادة حلو أوي، أوي. وحطيت بقى المهلبية فوق أهي، والمهلبية بقى باقول لِك بالطريقة دي حلوة أوي، برضه لو قدّمتيها لوحدها هتبقى حلوة جدًا. صنف سريع وبسيط أهو، ما كلّفناش كتير يعني. بالنسبة بقى للتزيين، ساوي الوش كده بتاع الكريمة الأول أو المهلبية بتاعتنا، أنا مسكت المعلقة كده وسويت الوش، وبعدين زيّنت بشوية فستق. التزيين دايمًا بتاعِك، أي حاجة موجودة عندِك زيّني بيها، ولو عايزة تسيبيه سادة كده ما فيش مشكلة، شوية زبيب وجوز هند، شوية فول سوداني كسّريهم، أي نوع مكسّرات عندِك. أنا حطيت فستق وحطيت الورد بتاع التزيين ده، الورد ده لذيذ أوي وبيدّي ضَي جميل ولون حلو كده للحلويات. كل سنة وأنتِ طيبة، رمضان على الأبواب. الورد ده بيبقى موجود عند العطار، اشتري منه، هو رخيص جدًا، يعني اشتري منه ب10 جنيه، ب20 جنيه، وخلّيه عندِك لتزيين الحلويات. طعمها بقى حلو جدًا بالطريقة دي وبألف هنا. ولو عجبتِك طريقتي النهارده اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.